عند كثيرين هو مجرد حبيبات بيضاء توضع على طرف الموائد لتعديل مذاق الأكل، لكن في الحقيقة هو جواهر ثمينة عبر التاريخ. وهذه قصة الملح. يقال إن الملح هو الصخرة الوحيدة التي أكلها الإنسان، فتاريخيا كانت لحظة اكتشاف الملح الأولى حين كان عبارة عن جبال بيضاء. وكما في السرد التاريخي لقصة بدء العلاقة بين الإنسان وهذه الصخور، كانت عند رؤية الحيوانات تلعق هذه الجبال، فبدأ الإنسان الأول بتقليدها. وأما عهد الإنسان باستخراج الملح فأغلب المراجع تعيده إلى 8000 عام مضت، حين بدأ الصينيون باستخراجه من بحيرات داخلية في مقاطعة شانكسي الشمالية. ومنذ ذلك الوقت ارتبط الملح بالشعوب ارتباطا وثيقا متجاوزا حدود المائدة. فمثلا عند العرب كان تعبيرا عن الصداقة، فيقولون بين فلان وفلان خبز وملح، أو عيش وملح، كما هو إشارة للجمال في اللغة العربية. للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدين. فيقال وجه مليح أي جميل، كما هو دلالة على العشرة، فيقولون فلان مالح فلان، لا بل تجاوز الملح التعابير اللغوية ووصل حد الاستخدام لفك السحر وإبطال مفاعيل الشعوذة، حتى أن بعض الأساطير في رومانيا كانت تصف الرجل العاشق بالمملح لحمايته من العين والحسد. وإلى الهند حيث بعض القبائل تعتبر الامتناع عن تناول الملح عقوبة لمن يقتل رجلا مثلا، حتى أن الإنجليز كانوا يفرضون القسم على الملح لقبول أي جندي هندي في جيشهم. هذا التقديس للملح لم يكن حكرا على الهنود، فالمصريون القدامى كانوا يستخدمونه لتحنيط موتاهم، ما أعطى الملح قداسة كونه يحفظ مرورهم للعالم الآخر. وعلى الرغم من توافره بكثرة حاليا وانخفاض أسعاره، فهذا لا يعني أنه ليس معدنا عالي القيمة. فالملح المرتبط بالطعام لدى كثيرين هو في الحقيقة تعدى ذلك بكثير، فهذه الجواهر البيضاء تدخل بأكثر من 14,000 استخدام، من صناعة الأدوية إلى إزالة الجليد عن الطرقات وتحضير الأسمدة مرورا بالطبخ وصولا لتجفيف الملابس وغير ذلك الكثير. وحتى قرون قليلة فقط كان الملح يعتبر ذهبا أبيضا، دلالة على ارتفاع أسعاره، فكانت تجارته تشد لها الرحال وتسير لها القوافل. ففي الخليج مثلا قبل اكتشاف النفط كان الملح التجارة الرئيسة التي تجوب بها الجمال الصحراء ناقلة إياه من السواحل لمدن وقرى الداخل، حتى أن أماكن وعائلات ارتبط اسمها بهذا الصخر الثمين. فتجد مثلا عائلة الملاح بأكثر من قطر عربي، كما تجد أسماء قرى تنتسب للملح كقرية الملاحة في محافظة القطيف السعودية، أو قرية الملاحة في فلسطين المحتلة، وهما قريتان اشتهر أهلهما بتجارة الملح وبالحديث عن الملح علميا، فهو مركب كيميائي اسمه كلوريد الصوديوم، والصوديوم مادة يحتاجها الجسم بشدة، كثرتها قد تضر الإنسان، لكنها ضرورية ولازمة، وتفوق أهميتها مجرد تحسين المذاق، كما يفوق ذكر الملح مجرد ارتباطه بالطعام. فلهذه الجواهر البيضاء قصة تستحق أن تروى.